السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ كل عام وانتم بألف خير، وان شاء الله رمضان سعيد علينا جميعا، اللهم امين. جايبالكم النهاردة رؤية مهمة جدا، رؤية سبحان الله عشان نفهمها نتدبر فيها، نعرف قد ايه ربنا سبحانه وتعالى بينور بصيرة الانسان. معانا النهاردة عروسة، العروسة دي جالها عريس، والعريس ده كان هيكون ساكن في بيت مع والده ووالدته واهله وكده، يعني له شقة منفصلة. وهي بدأت تستخير، هي بتقول انا الحمد لله بعرف كويس جدا افصل، بعرف ان محدش يعرف خصوصياتي، ما عنديش مشكلة في موضوع الجواز في بيت العيلة، ولكن كنت بستخير علشان اخلاقه، علشان اعرف طباعه هل هو مناسب ولا لا، واستخرت ربنا سبحانه وتعالى كتير جدا. وبعدين شافت رؤية، الرؤية دي سبحان الله اترسم لي فيها حياتها، قصة حياتها، وايه اللي هتشوفه وايه اللي هيحصل وحاجات كتيرة جدا. وكان ردي عليها قلت لها لا تتزوجي هذا الرجل، غير مناسب ليكي. وقالت خلاص توكلت على الله، وفعلا خدت القرار انها ما تكملش معاه. ليه ما تكملش معاه؟ تعالوا نسمع الرؤية مع بعض ونعرف تفسيرها، ونعرف قد ايه الرؤى اللي بتجيلنا خصوصا في استخارات الزواج والطلاق والسفر والحاجات المهمة جدا بتكون رسائل قوية لينا، وبتكون فعلا ليها اهميتها، اللي ما ينفعش ان انا اهمل رؤية زي كده. الرؤية بتقول انا شفت ان انا في بيت، والبيت ده المفروض ان هو بيتي، انا خلاص تزوجت وده بيتي، واللي عايشين في البيت دول اهلي، وكان زوجي هو اخويا. انا عارفة ان هو الشخص المتقدم ليا ده مثلا اسمه احمد، انا عارفة ان احمد ده جوزي في الحلم، ولكن ظاهر على رمز اخي. فسبحان الله، ده لحد هنا كده هقول لها لا الشخص ده غير مناسب، هقول لكم ليه في اخر التعبير ان شاء الله. وبعدين شافت ان هي مامة الشاب ده واخته في الرؤية واقفين، والشاب اللي هو المتقدم ليها اللي هو طالع جوزها اخوها في الحلم واقف، وهي واقفة، هي في مكان زي ما يكون مكان هي ليها غرفة هما ليهم غرفة. الشاب ده فضل في الرؤية يروح يسمع لوالدته واخته كويس جدا، وبعدين يرجع لزوجته دي، فبعدين تقول له لا لا الكلام ده غلط، بعدين ايه تبدأ تكلمه، بعدين يبدأ يقتنع، بعدين يبدأ يروح لأمه وأخته، ويتكرر المشهد كذا مرة لحد ما الشاب ده قفل باب بين أمه وأخته وبين ايه البنت المستخيرة دي. بتقول بعد كده هما ما بقوش سامعين صوتنا واحنا بنتكلم عادي براحتنا، ولكن الأغرب هو اللي حصل في الرؤية، ان فجأة ظهرت سمكة كبيرة قوي عندها في الغرفة بتاعتها، وسمكة كبيرة قوي في الغرفة اللي فيها حماتها وأخت جوزها. السمكة اللي في أوضتها كانت مقطوعة الذيل، ديلها مقطوع. وفي نفس الوقت السمكة اللي ظهرت عند أمها وعند حماتها وعند أخته كانت بتكهرب، كانت سمكة هي عارفة ان اللي بيلمسها بيتكهرب. تمام. بعدين بدأت ان هي في الرؤية عايزة تتخلص من السمكة اللي بتكهرب اللي عند مامة الشاب ده واخته. فضلت كل شوية تحاول ترميها، مش عارفة، تحاول ترميها من البلكونة، تقولك ايه بترد عليا، ارميها من البلكونة، تكرر المشهد، ترد عليا السمكة، لحد ما استعنت بوالدتي، فجأة لقيت مامتي بتساعدني في الحلم. لها لا السمكة دي بقى عايزة تترمي كده من الباب، وراحت ماسكة الباب ومرميها كده اهو وراحت رامية فعلا السمكة اللي بتكهرب من باب الشقة. وبعدين البنت، وده اخطر حاجة برضو جت في الرؤية، بدأت ترمي السمكة اللي عندها في غرفتها، على الرغم انها ما كانتش بتكهرب، بس قالت طب ما ارمي بقى دي كمان واخلص منها. تمام. وانتهت الرؤية على كده. الرؤية من وجهة نظري بان فيها جدا شخصية الشاب ده في الاول، وحيرته يا عيني الشديدة جدا في ارضاء زوجته او مامته واخته، كل شوية يروح هنا يسمع كلام، يرجع هنا يغير كلام، وهكذا لحد ما قفل باب بينهم. وهي فعلا قالت لي ان هو كان ناوي بعد وقت ان هو يشتري او مقدم يعني على شقة، وكان هيستلمها مستقبلا، وكنا فعلا هنفصل تماما عن بيت العيلة. فهنا فصل. هل انتهت المشاكل؟ يعني في الاول هيحصل مشاكل قيل وقال وتبريرات وهكذا، هل هتنتهي هنا؟ لا. بتظهر ايه؟ بتظهر السمكة. السمكة الكبيرة اللي ظهرت في غرفة البنت دي بتدل على جوازتها والخير اللي فيها، ولكن هتكون والله اعلم قاطعة للذهاب عند اهله تماما. يعني هيحصل مشاكل لدرجة ان هي هتقطع ان هي تروح عندهم. ليه بقول كده؟ لان السمكة اللي في اوضتها كان ديلها مقطوع، ديل المقطوع هنا معناها ان حاجة اتقطع ان انا اروح وارجع عليها. تمام. ده اول حاجة دللت ان مشاكلها مش هتبقى هينة،
ده هتبقى كبيرة لدرجة ان هي هتقطع الناس دي. تاني حاجة واخطر حاجة جت في الحلم ده، السمكة اللي بتكهرب. الناس دي فيهم الخير وكل حاجة، ولكن هيجيلها من ناحيتهم بعض الأذى، الله تعالى أعلى وأعلم. الكهرباء واللمس اللي بالكهرباء دي بتيجي بالظبط زي الحاجات اللي فيها مس شيطاني، يعني يا هيجي حسد، يا هيجي والله أعلم سحر، يا هتكون عيون قوية من ناحيتهم. طيب هي في الرؤية فضلت ترمي السمكة من بلكونة اللي بالكهرب ترد عليها. استشعرت والله أعلم ومرضيش أقول لها التفسير ده، إنه ممكن والله أعلم يعني يسول إلى الست دي لما تحصل مشاكل كتير إنها تعمل لها نوع من أنواع السحر، أو الأذى من الحسد والعيون يكون قوي جدا لدرجة المس. فهي كل ما ترميها ترد عليها، فلو كانت عين هترد عليها، ولو كان نوع من أنواع السحر مش هتعرف تتخلص منه. امها اللي ظهرت في الرؤيه وخلصتها من السمكه دي وراحت رميها من باب الشقه، دي رقيه قويه هتبدا انها تعرف ازاي تحصن نفسها وتبعد عن نفسها شر جاي لها من الناحيه دي. قصه حياه اترسمت، قصه حياه وسنين ممكن تقعد تعيش فيها في مشاكل وفي اذى وتعب. الاخطر بقى ان هو خلاص اتخلصت من الاذى، مامتها رمت السمكه، قفلت الباب، قفلنا، عملنا تحصين، قفلنا على نفسنا، خلاص كله تمام. الاخطر ان البنت دي هتفضل تقول له طلقني وتطلب الطلاق كتير، وهتكون حاسه بعدم الامان او حاسه بعدم الاستقرار، وده طبعا ما هو مش جوازه سعيده خالص، لانها كل شويه بتحاول ترمي السمكه اللي في اوضتها على الرغم انها سمكه غير مؤذيه. السمكه اصلا رمز للخير، رمز للجوازه الحلوه، بس ايه، مقطوعه الديل، اتفقنا انها قطعه معاهم، ولكن بتقولك انا عايزه ارميها بقى، ما انا خلاص، ما انا مش عارفه، ما يمكن هي كمان فيها مشكله. هتفضل كل شويه طلقني طلقني، انا مش عايزه اكمل، ايه حصل، سوى مشاكل، وهكذا. فلما سمعت الرؤيه طبعا والله تعالى اعلى واعلم بالتعبير والتاويل الصحيح، إيه قلت لها بصي يا حبيبتي، الشخص ده غير مناسب ليكي تماما، وانا لو شرحت لك ما رضيتش بقى شيل ان النفوس كده، قلت لها بلاش نستفيض في التعبير، ولكن مش انت استخرتي ربنا؟ قالت لي اه. قالت لي استخرته كتير. قلت لها طيب. قلت في سري بقى فعلا سبحان الله اللي بيطلب من ربنا سبحانه وتعالى ان هو ينور له بصيرته، ان هو يساعده، يا رب ده صح، يا رب ده غلط، يا رب اعمل، دي خطوه كبيره جدا، دي حياه، ده مستقبل، ده اولاد، ده سعاده او شقاء، حاجه يعني خطوه ما ينفعش اي حد يدخل عليها الا لما يكون بيستخير ربنا ويبقى عايز يعرف انا صح انا غلط. حتى لو قلبي مع الشاب ده، المفروض ساعتها اخد قرار انه القرار ده مش من دماغي، انا استخرت وربنا ادالي دليل مستقبلي، كشف لي حاجه كده، بصي لو اتجوزت الشخص ده هتعيشي ازاي، وهيكون هو محتار ومتعبان بينكم ازاي، هترجعي ان انت تقطعي الرحم ازاي. الناس دي ممكن تاذيك لدرجه الاسحار والله اعلم، هتحتاجي فتره ان انت تمشي على رقيه لحد ما تعرفي تتخلصي من السمكه المكهربه. حوارات كبيره جدا في الرؤيه. علشان كده دايما عايزه اقول لكم، ودي رسالة الفيديو ده، الاستخارة مهمة جدا. مش شرط طبعا تشوف بعدها منام، ولكن أكيد انت طلبت المعونة من الله سبحانه وتعالى والبصيرة ودفع الأذى واستجلاب الخير من الله، فأكيد ربنا مش هيسيبك. لازم تهتم بالرؤى بتاعتك، وإن شاء الله ربنا يجعلها لكم كل خير. البنت على فكرة ما زعلتش خالص وقالت أنا مش متعلقة أصلا بالموضوع، واللي عايزه ربنا إن شاء الله هيكون. إن شاء الله ربنا يجعل لكم كلكم كل من أماتكم خير، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقكم ويسدد خطاكم. شكرا لكم على متابعتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.